السلام عليكم، تحياتي لكم. بصراحة مش عارف منين باش نبدأ. المهم، عائلة تونسية تتكون من أم أب وأربعة أطفال. زوز صغار، يعني صغار بالكل، ومهتدي 17 سنة، ومنار 15 سنة. نهار 23 فيفري 2024 في مدينة سرامو، تبعد تقريبا 4 سوايع على ميلانو. منار ومهتدي ماشي للمدرسة يقرأوا كالعادة، لكن تعرضوا إلى حادثة أليمة. وقع دهسهم من طرف شاحنة ثقيلة، وصاحب الشاحنة حسب ما تحكي منار شافته كيفاش شافهم، لكن دهسهم وهرب يعني، لكن الشرطة يعني ألقت القبض عليه. المهم، مهتدي رحمه الله توفي. منار تعرضت إلى كسور بليغة، عدة كسور، مما استوجب يعني القيام بعدة عمليات جراحية، و... وما زالوا عمليات أخرين، يعني خرجت من مرحلة الخطر، لكن حاليا ما زالوا عمليات أخرى. أمها من فيفري تو معها في السبيطار. البو تقريبا ما عادش يخدم، وحاليا شاد الصغار في الدار، الصغار الآخرين يعني العائلة تشتتت. العائلة تعرضت إلى مصيبة كبيرة بصراحة. منار بالإضافة إلى الضرر المادي، تعرضت إلى ضرر معنوي كبير جدا بفقدان الأخ اللي كان كل شيء في حياتها، كان الأخ والصديق. إن شاء الله ربي يشفاها ويعاونها باش تتجاوز الأزمة هذه. العائلة زادة بصراحة ربي يصبرها على تجاوز الأزمة الكبيرة. مهتدي بصراحة، أنا دخلت على الإنترنت وشفت شنو يحكوا عليه أصحابه، وبرشا فيديوهات عملوهم عليه يحكيوا عليه، وإلى حد الآن في القسم متاعه التصاور ما زالت موجودة. ويعني بصراحة طفل محبوب من الجميع، الكل يشهد على أخلاقه. رحمه الله. يعني إيش باش نقول لكم؟ تقول أنت يا دالي علاش تحكي لنا في حكاية كيما هكا؟ بصراحة الصفحة متاعنا الهدف متاعها هو المعلومة متاع التوانسة اللي في إيطاليا الكل. يعني حاجة كيما هكا، يعني التونسي تتعرض لحاجة كيما هكا وحتى واحد ما سمع عليه حتى شيء، بصراحة نستغرب. هذاك علاش من أهداف الصفحة متاعنا إنه الأخبار توصل، معناها المعلومة تنتشر والناس نعرفوا مشاكل بعضنا. والعائلة هذه معناها في مدينة سرام تقريبا ما لقاو حتى واحد معاهم، يعني في أزمة كبيرة كيما هكا قاعدين يعدوا فيها وحدهم. نتمنى إنه شكون معاهم غادي يحاول يعاونهم باش يتجاوزوها. الحاجة الأخرى، إن شاء الله ربي معناها يرحم مهتدي، إن شاء الله ربي يشفي منار، وإن شاء الله ربي يقدر العائلة باش يتجاوزوا الأزمة. وتحياتي لكم.